لما يطلع علينا امين الصندوق الباشمهندس او الدكتور او الاستاذ خالد مرتجي، ويطلع يقول النادي الاهلي مش بخيل، النادي الاهلي معهوش دولارات، مفيش دولارات، البنك ما بيديش دولارات، احنا مش لما بنيجي نسفره بندفعه كذا بندفعه كذا. طب ما كان معلش، مفيش نادي في الدنيا بيمشي غير بمحبين وناس بتحبه وناس بتدعمه. لما جالنا سياده المستشار تركي الشيخ حب يدعمنا، والراجل وقف معانا محب للنادي الاهلي من قبل ما يجي ويبقى رئيس شرفي، هو محب للنادي الاهلي ومحب للكابتن محمود الخطيب، وراجل بيحب النادي فعلا. لما جه وعايز يدعمنا وعايز يدعم الفريق زي اي راجل اعمال بيدعم، طبعا حصل مشاكل ومشيتوا ورا كلام الناس، وقعد يقول لك ده المستشار تركي الشيخ هو اللي بيجيب لهم، المستشار تركي الشيخ اللي بيعمل، والراجل محب بيعمل كل ده حبا في النادي الاهلي. طب ما هو دلوقتي في واحد بيصرف على نادي الزمالك صرف قدام عين الدنيا كلها، ده بل بالعكس كمان بيؤمر وبينهي جوه نادي الزمالك وهو من بره. ليه؟ لان هو بيدفع. هل حد اتكلم؟ هل حد بيقول اللي الاستاذ ممدوح عباس هو اللي بيصرف على النادي؟ هل حد في الاعلام بيقدر يتكلم؟ لا بالعكس، الاعلام كله دلوقتي ده محب وبيساعد نادي الزمالك والدنيا حلوه. اما لما كان المستشار تركي الشيخ كان بيدعم نادي الاهلي، كل الاعلام طلع علينا وكل الناس طلعت علينا، وده بيتأمر في النادي وبيعمل في النادي. ليه؟ عشان يضحكوا على اداره كابتن محمود الخطيب علشان يمشوا الراجل، والراجل مشي ساعتها. الراجل مشي ساعتها لان الكلام ما عجبهوش. وكمان مع ان الراجل دوت في عز ما كان هو بيدعم النادي الاهلي، والله الراجل دوت دعم نادي الزمالك اكتر مما دعم النادي الاهلي. ده جاب لهم فرجاني ساسي وبن شرقي، وكان الراجل بيدعم نادي الزمالك. ليه؟ لان لقى ناس هناك، يعني هم عملوا الحمله دي كلها على المستشار تركي الشيخ عشان يبعدوه عن النادي الاهلي، وهم خدوه عندهم وبدا يدعمهم لان الراجل محب للكره المصريه. فانا دلوقتي بقول اي نادي في العالم لازم يبقى ليه داعمين ولازم محبين، والمستشار تركي الشيخ احنا عايزين المستشار تركي الشيخ يدعم النادي الاهلي. ايه المشكله؟ زي اي نادي في الدنيا. في اوروبا في ناس رجال اعمال بتدعم النوادي، لان دي خلي بالك مش حاجه يعني موجوده في كل الدول. فاحنا بنقول له المستشار تركي الشيخ زي ما في ممدوح عباس، احنا المستشار تركي الشيخ نفسه يدعم النادي الاهلي، واحنا كمان مرحبين اللي هو يدعم النادي الاهلي، وما عندناش اي مشكله ان المستشار تركي الشيخ يدعم النادي الاهلي لانه هو بيحب النادي الاهلي واحنا كمان بنحبوه. كلنا شفنا المستشار تركي الشيخ وهو في الاستاد، وكان قد ايه بيشجع النادي الاهلي، واحنا اللي يحبنا نحبه واحنا بنحب المستشار تركي الشيخ.